يا صباح الخير. بعد حلقة عمرو أديب امبارح، وطبعا كالعادة لازم ياخد 40 دقيقة في حاجة تافهة زيه. موضوع بوسي شلبي، وقعد يتكلم ويحكي ويطلع بيانات ومستندات. الحقيقة إن إحنا عندنا في مصر قبل الحكومة المملكية اللي حصلت في العاصمة الإدارية الجديدة، كان اللي بيحصل إن أنت لو عايز تعمل أي تغيير في بياناتك، يعني تزوجت مثلا، بعد ما تتجوز تاخد قسيمة الجواز وتطلع على الأحوال المدنية تثبت إن أنت متجوز فيها. يطلعوا على الأصل وياخدوا صورة ويسجلوا لك إن أنت اتجوزت، ويطلع لك البطاقة تروح تطلع جواز السفر بنفس البيانات ومفيش مشكلة. طب حضرتك طلقت، علشان تثبت ده في البطاقة أو تثبته في جواز السفر بتاخد قسيمة الطلاق وتروح توصل لحد الأحوال المدنية تقول لهم يا جماعة أنا طلقت وأدي قسيمة الطلاق الأصلية وأدي صورة منها. ياخدوا صورة، يطلعوا الأصل ياخدوا صورة ويسجل لك إن أنت طلقت. إنما إن هو أوتوماتيكلي أنت تطلق في المأذون يبعت فتروح للأحوال المدنية تلاقي إن أنت حالك موجود هناك لوحده، بيحصل بس بعد فترات وما كانش طول الوقت، لأن كانت لسه ما فيش الحكومة الذكية. فهتلاقي في ستات بقالها مثلا جوزها ميت بقاله 20 سنة ومكتوبة في البطاقة إن إلا إذا كان عندها معاش لازم تعمل أرملة. في ستات متطلقة وما اتجوزتش تاني، أدام مش محتاجة البطاقة مكتوب فيها مطلقة، فخلاص هي عايشة بالبطاقة القديمة إن هي متزوجة لحد دلوقتي ومكتوب اسم الزوج في البطاقة، وبتروح تجدد البطاقة. ده ما بتغيرش بيانات في جواز السفر أو البطاقة، ما بيسألكش على مستندات جديدة. أدام بياناتك هي بتروح تديهم القديم، تملى ابلكيشن يديك الجديد. فده اللي حاصل في استاذة بوسي او الهام شلبي، وهي عارفه كويس ان ده اللي حاصل. مش معنى ان انت معاكي مستندات، هو اللي حصل ان هم اتجوزوا طلقوا، راح عند المأذون سواء بقى راح لوحده او راحت معاه، فهم هي عارفه ان هم اتطلقوا رسمي عند المأذون، وبعد كده اتصالحوا اتعاتبوا رجعوا لبعض من غير ما يعملوا ورقه جديده او عقد جديد. وبالتالي هم بالنسبه للحكومه مطلقين. ادام في ورقه طلاق اتعملت خلاص، قسيمه طلاق عند مأذون رسمي، خلاص الراجل راح سجلها في المحكمه وزاره العدل وخلاص بقت مسجله موجوده. فلما الناس جت تعمل اعلام الوراثه طلعت ان هو متطلق، وبالتالي ما حطوهاش في اعلام الوراثه. في مستند بيقول انت متطلقه. طب انتوا عارفين كلكم ان احنا رجعنا، دي قصه بقى بينكم وبين بعض، موضوع بقى ان انتوا رجعتوا من غير ما تتكلمي، بس حضرتك عارفه من الاول ان انت متطلقه، لان حتى لو هو راح لوحده فانت لازم المأذون يخترق، يعني حتى لو هو غيابي لازم المأذون يخترق الزوجه، فبيبعت لها على العنوان اللي موجود. وطبعا مش ممكن يتقال انه لم يستدل على عنوانها، ده انت بوسي شلبي، يعني الدنيا كلها عارفاكي، انت ما انت الذكيه حنطور مستخبيه تحت السلم. فالحقيقه انت عارفه هي كل القصه، وعارفه ان انت مالكيش في الورث من الاول. كل القصه بس ان انت في حد كلمك من اصدقائك وقال لك ليه وحرام وحقك، وانت كنت عايشه معاه وانت اللي كنت بتراعيه وانت، انما انت عارفه من الاول وغالبا انتم متفقين ان انت مالكيش في الورث. ليه مش هنرجع لما قالوا نرجع، بدليل ان هو كان مانع الخلفه. الحقيقه التفاصيل كتير والموضوع واضح جدا، وولاد محمد عزيز عارفين ان انتوا كنتوا متجوزين ولكن مش متجوزين رسمي. والولد طلع امبارح مع عمرو اديب، ما طلعش بعت له رساله وقال له انا ابويا ما فيش لا ارض، انا ابويا مفرق الورث كله قبل ما يموت. الحقيقه انتوا دخلتوا الناس في حياتكم الشخصيه بطريقه فجه، وبعد كده ترجعوا تسالوا وتقولوا كل واحد فينا له حياته الشخصيه والناس المفروض ما انتوا اللي بتفضحوا نفسكم. اللهم استرنا يا رب. فما تقرفناش بقى يا بوسي. صباح الفل.